25 سبتمبر 2011 تاريخ لن ينسى في عالم الإنترنت. جيف بيرسون، الرجل الذي قبض عليه بمسدس في يده، يجلس في غرفة تحقيق ضيقة، أضواء فلوريسن بيضاء قاسية، كاميرا واحدة فقط تسجل، ورفع بنفسه الفيديو على يوتيوب. 3 جلسات تحقيق، أقل من 15 دقيقة إجمالياً، لكن هذه الدقائق القليلة غيرت كل شيء. كان يواجه تهمة سرقة مسلحة، عقوبة 10 سنوات على الأقل، أو مؤبد إذا أثبتت النوايا، لكنه لم يقض دقيقة واحدة خلف القضبان. بدلاً من ذلك، حصل على مشروبات غازية، حلويات، وأعطى درساً ماستر كلاس في كيف تبقى صامتاً وتنتصر.